أنا في رمضان وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو. نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية، وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا. طلبوا لهم الهداية إن شاء الله. الجزائر ما تركعش، ولاو ياخذوا العبرة، ياخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تاني، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط، غلط بزاف. احنا أنا في 5,630,000 شاهد من أجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت. هذا ما كان تخريب. الإنسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب، الفتنة مش مليحة. أنا أيقظ نار الفتنة يعني عليه اللعنة بالتقريب. فهو آثم. مش إلا آثم، يعني نشوف في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدولة موجود في الجوار، في اليماني، في هذه، في ليبيا، في السودان، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا ما نمكن لهم حتى عداوه، لان احنا محتاجين للجزائري والجزائريه لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائر ماناش محتاجين. نتمنوا تعايش سلمي مع كل الامم، عرب وعجم، العلاقات الطيبة مع الجميع. هذا هو. اللي يحوس يتبلى علينا، ما للصبر حدود.